حبايبنا متابعي أفلام الخمسين الكرام، شكرا ليكم على دعمكم المتواصل وأهلا بيكم في فيلم جديد وملخص جديد. دايما مستمرين معاكم وبيكم إن شاء الله. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان ندخل في ملخص الفيلم الجامد ده. فيلمنا النهارده أوعدك إن أنت مش هتغيب عنه لحظة واحدة لأنه بجد من الأفلام الرائعة جدا. يلا بينا. فيلمنا بيبدأ ببنت نايمة في خيمة وبتحلم بحلم مرعب وبتقوم مخضوضة وبتقوم تتمشى لحد الصبح، ولما بترجع بتلاقي جاي صاحي من النوم وجهز الشنط وبيوريها الطريق اللي هيمشوا فيه، وبتقول له انا افتكرت اننا هنمشي من الطريق الرئيسي. فبيسألها وبيقول لها انت كويسة؟ فبتقول له ايوه ما تقلقش. وبيفضلوا ماشيين في الغابة شوية كويسين وبعد شوية بيقعدوا عشان يرتاحوا، وبيفكرها جاي لحظة ما كانوا بيتسلقوا الجبل وبيقول لها ان الانسحاب مش معناه الهزيمة، وبيشجعها وبيكملوا طريقهم وبيوصلوا لمكان واسع في الغابة وبيقول لها جاي هنخيم هنا، وهي بتقول له انا هروح للنهر، وبتتضايق جدا لما بيقول لها خلي بالك من نفسك، وبتمشي للنهر وبتقعد على الحافة وبتكون خايفة جدا وبتفتكر ذكريات سيئة، وبعد كده بترفع البنطلون علشان تغسل الجرح اللي في رجلها وبتاخد مية من النهر وبتغسل الجرح، بس فجأة المية دي بتتحول لدم فبتتخض وبتبص الناحية التانية من النهر وبتروح تنادي جاي بسرعة، ولما بيجي بيكتشفوا ان دب مقتول بطريقة غريبة ومسلوخ من الجلد، فبتسأل جاي وبتقول له ايه اللي ممكن يعمل كده في دب، فبيقول لها الصيادين المجرمين بيجوا هنا يعملوا كل اللي هم عايزينه ومحدش بيحاسبهم، وبياخدها وبيرجعوا للخيمة وبيكون منظم الدنيا كلها كده بطريقة جميلة فبتشكره على مجهوده، وبالليل بيقعدوا قدام النار وبيقول لها عندي ليكي هدية جميلة، وبيخرج لها من جيبه اسوره بلاستيك يا ما جاب الغراب لامه، فبتقول له جبتها هنا ليه؟ فبيقول لها علشان نرميها في النار مع بعض يمكن ده يكون له شعور علاجي ولا حاجه، فبتقول له ما ينفعش نحرق البلاستيك لان البلاستيك ده لما بيتحرق بيبقى ليه تاثير مسرطن، فبيقول لها انا تعبان، فبتقول له بنشيل الحاجات طول اليوم، فبيقول لها اسمعي السنه اللي فاتت دي ما كانتش صعبه عليكي لوحدك، احنا كلنا مع بعض كنا فريق واحد، فبتقول له الشعر اللي وقع ده والترجيع اللي انا حسيت بيه انا حسيت بيه لوحدي مش الفريق كله هو اللي حس بيه، وكمان ضلوع اللي كانت هتتكسر دي، واثناء كلامهم بيسمعوا صوت طلق ناري جاي من بعيد، فبيقول لها انا هجيب الموبايل واتصل بالقوات، فبتقول له الصوت بعيد جدا ولو اتصلت بالقوات دلوقتي هيكون ده معناه نهايه الرحله، وواضح انها عايزه تكمل الرحله دي، فبيوافق وبيقوم ينام وهي بتمسك الاسوره وبتقعد تعيط شويه وبعدين بترميها في النار وبتقوم تنام، واثناء نومها برضه بتفضل تحلم بكوابيس وبتقوم مخضوضه من النوم وبتنادي على جاي بس بيكون في سبق نومه، فبتلبس هدومها وبتقوم تتمشى شويه في الغابه وطبعا معاها كشاف بس بتقع وبيقع الكشاف منها وبتسمع اصوات مخيفه جدا وغريبه جدا، ولما بتقوم بتلاقي جاي واقف وراها فبتتخض اكتر وبتقول له انت كنت فين؟ انا ما شفتكش وانت بتخرج من الخيمه، فبيقول لها كنت نايمه لما انا طلعت من الخيمه، فبتقول له لا انت كنت جنبي، وبتخاف وبتطلع تجري وبيجري وراها وبيفضل ينادي عليها، وبترجع الخيمه وبتلاقي كل حاجه متقطعه ومتكسره فبتتفاجئ جدا، وبيقول لها جاي احنا مشينا دقايق قليله بس، فبتقول له مين اللي عمل كل ده؟ فبيقول لها ده اكيد الدب، وبتمسك جزمتها وبتلاقي عليها لعاب كتير وبيسمعوا صوت مرعب حواليهم فبيجروا بسرعه، وبيقول لها جاي احنا رايحين فين؟ فبتقول له انا شفت ملجأ قريب من مكان انقسام النهر، فبيقول لها ده على بعد 10 اميال، فبتتعصب عليه وبتزعق له وبتقول له هو انت عندك فكره احسن؟ واثناء ما هما ماشيين بيلاقي جاي لعاب على صخره قريبه وبيسمعوا صوت مرعب جدا وبيشوفوا خيالات سوداء حواليهم في كل مكان، فبيطلعوا يجروا بسرعه وبيتخبط جاي في جذع شجره وبيقع على الارض، فبتجري عليه وبيقول لها انا كويس ما تقلقيش وبيكملوا مشي، بس هي بتتعب وبتقول لجاي انا خلاص مش قادره افتح عيني، فبيقول لها المفروض ان احنا نكون ماشيين في الطريق الصحيح، فبتقول له احنا بعيدين عن الطريق باميال، فبيقفوا الاتنين مكانهم وبتقول له انا عايز اقول لك على حاجه بس مش بتلحق، لان جاي بيقول انا شفت طريق وبيجري بسرعه علشان يشوفه، وهي بتكون لسه واقفه في مكانها ومبرقه عينيها لانها بتشوف خيالات حواليها، ولما بيرجع لها بيقول لها انه لقى الطريق مقفول، فبتقول له انها حاسه ان هي شافت حاجات، وفجأة جاي بيدوس على فخ حديدي وبيتغرس في رجله جامد وبيفضل يصرخ، فبتجري عليه وتساعده في فك الفخ عن رجله وبيمشوا شوية لكن بيقع منها وما بيقدرش يكمل، وبيقول لها أنا حاسس بدوخة اهربي انتي، بس هي بترفض وبتقول له انه ما ينفعش يستسلم وبتوعده انها هتروح وترجع له بالمساعده، وبتمشي في الغابه وفجاه وهي ماشيه بيظهر لها الخيال الاسود وبيفضل يلف حواليها ويطاردها، وبتجري منه بسرعه لداخل الغابه وبتفضل تجري لحد ما بتلاقي بقايا قلعه قديمه متغطيه باغصان الشجر، واثناء ما هي بتتجول داخل القلعه دي بتلاقي حفره كبيره وعميقه في الارض وبتسمع صوت حشرات كتير، وبتمشي شويه مع الصوت وبتلاقي جلود كتير لحيوانات وبشر وبتترعب اكتر وبتفضل تجري في الغابه وبتقع، وبتلاقي ايد بني ادم بتشدها لورا وبتكتم صوتها علشان ما تصوتش، وبيتحول بينا المشهد وبنشوف الشخص اللي كان ماسكها وهو شايل جاي وهي ماشيه وراهم وبيوديهم للبيت بتاعه، وهناك بيقعد يغسل وهي بتفضل تساله شويه اسئله وبتقول له انت عايش هنا؟ طب انت اسمك ايه؟ ومش بيرد عليها خالص فبتضطر ان هي تسكت، وبعد فتره بيقول لها انا اسمي كوين، فبتقول له انا بيت وده جوزي جاي، وبيشكروه ان هو
وانقذهم. وبعد كده جاي بيساله انت انقذتنا من ايه بالظبط، بس كوين بيكون غامض جدا وما بيردش على حد. وبتحرك رجل جاي اللي بيصرخ بشده وبتقول له انا اسفه بس لازم نظبط العظم علشان نوقف النزيف ده، بس كوين بيقول لها مفيش فايده. وبتبدا تعدل رجل جاي اللي بيصرخ جامد جدا، فبيجري عليه كوين وبيكتم بقه وبيقول له بطل صراخ كده الوحش هيجي ناحيتنا. وبيفقد جاي الوعي من شده الالم، وكوين بيقول لها خيطي له الجرح بدل ما ينزف لحد ما يموت. فبتقول له ما بعرفش اعمل كده ازاي، فبيقول لها زي ما بتخيطي اي دميه متقطعه عندك. فبتخيط له الجرح بتاعه. بيجي الليل وبيكون كوين قاعد بياكل في هدوء، فبتقول له احنا عايزين نمشي من هنا، بس هو بيقول لها هتموتي قبل ما تمشي خطوتين. فبيخرج جاي حاجه من جيبه، فبيقول له انا لقيت ده عند المخيم، هل عندك تفسير للكلام ده؟ فبيقول له مش لازم اقول لك ده اسمه ايه، بس ده مش هيمنعه ان هو يسلخ جلدك. فبتقول له هو ايه ده بالظبط، فبيقول لها وينديجو. فبتقول له طيب تقدر تخرجنا من هنا، فبيقول لها هنتحرك الصبح مفيش مشكله. والصبح بيصحى كوين وبيصحي بيته، بيقول لها يلا بينا علشان نمشي. وبتقول له نصحي جاي، بيقول لها لا سيبيه علشان ما يعطلناش، ولما نلاقي اي اثر هنرجع له مفيش مشكله. وبيخرج كوين مع بيته وبيكون معاه بندقية صيد وبيستخبى ورا صخرة، وبتلاحظ ان هو لابس سلسلة عليها صورة بنت، فبتقول له دي بنتك؟ فبيسكت شوية وبعدين بيرد عليها وبيقول لها دي اديسون، جبتها هنا عشان اعلمها الصيد، كنت فاكر ان الهواء الطلق احسن ليها. وبعدها بيقول لها يلا بينا وبيمشوا. وبتكون بيت ماشية قدام وكوين ماشي وراها، وبتسمع صوت فبتلف علشان تقول لكوين ما بتلاقيهوش وراها. وبتفضل تمشي وبتنادي عليه بس مش بيظهر، وفجأة بيظهر لها الوحش وبيخبطها خبطة وبتقع على الارض، والوحش بيقرب منها. وفجأة بيظهر كوين وبيفضل يضرب نار وبيجي بسرعة على بيت، وبيحاول يصوب على الوحش بس بيبعد عنهم. فبيصرخ كوين بصوت عالي، وبيت بتقول له انت سبتني ومشيت، فبيقول لها ما انا انقذتك اهو. بس هي بتقول له انت مش محاصر هنا صح، انت جاي مخصوص علشان تصيد الوحش ده، بس ده كان هيقتلني. فبيرد عليها ببرود وبيقول لها بس ما قتلكيش، وبيمشي. وبيرجعوا البيت وبيكون جاي لسه نايم، ولما بتقرب بيت منه بتلاقيه لسه سخن وجرحه ملوث. فبتقول له كوين احنا لازم نحاول مرة تانية والا هيموت بسبب تسمم الدم. بس هو بيقول لها ما اقدرش اسمح لك بمغادرة الملجأ. فبتقول له ليه؟ بيقول لها مش انت مريضة، واعتقد انك من ساعة ما جيتي وانت بتحلمي بكوابيس. بس بيت بتقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. فبيقول لها الوحش ده مش بيتغذى على الناس، ده كمان بياخد اجسادهم لنفسه، وفي العادة بيختار الاشخاص المرضى او الموتى. وبيقول لها انا هسألك للمرة التانية انت مريضة؟ فبتقول له اه انا كان عندي سرطان وتعالجت منه بس رجع تاني. فبيقول له لما انت مريضة جيتي هنا ليه؟ فبتقول له ان جاي ما يعرفش انها مريضة، وانها جت هنا علشان تعمل ذكرى حلوة اخيرة مع جوزها. فبيقول لها كوين انا اسف مش هقدر اخليكي تمشي من هنا غير لما اقتل الوحش ده. فبتسأله هي اديسون كانت مريضة زيي؟ فبيقول لها ايوه. وبيفضل يحكي عن ذكرياته معاها لحد ما بينام. فبتمسك بيت حجر وبتخبط على الارض علشان تتاكد انه نايم، ولما بتتاكد بترفع باب خشبي بيوصل لسرداب ضيق تحت الارض، وبتفضل تزحف فيه. بس كوين السيجاره اللي كان ماسكها بتلسعه فبيصحى، وبيبص حواليه مش بيلاقيها، وبيلاقي الباب الخشبي مفتوح. وبتفضل بيت تزحف لحد ما بتلاقي مكان اوسع، فبتولع عود كبريت وبتشوف عدد كبير من الجثث. فبترمي العود وبترجع بسرعه، ولما بتطلع راسها بيسحبها كوين من رقبتها وبيقول لها انت بنت صغيره فضوليه جدا. فبتقول له وانت قاتل؟ بس هو بيقول لها انا بعمل المفروض اعمله. بس هي بتقول له انت وحش. فبيقول لها وحش؟ والويند جول بيسرق جلود الناس وسرق مني اديسون وقتلها، وبيرميها على الارض. فبتقول له انت كنت بتستغل جاي. بس هو بيقول لها ان هو كده كده ميت من ساعه ما جه، فبتترجاه ان هو يستخدمها هي كطعم بدل جاي وانها هتساعده كويس. فبيقول لها كوين يعني مش هتقاومي؟ فبتقول له ايوه مش هقاوم. وبتقعد علشان تودع جاي، وبيقول لها كوين يلا بينا علشان نمشي. فبتطلب منه يسيبها دقيقه مع جاي، وبتقعد تتكلم معاه بس هو مش بيكون حاسس باي حاجه. وبتقول له ارجوك ما تستسلمش. وبتلاقي جنبه حته العظم اللي لقاها عند المخيم، فبتاخدها وبتخبيها. وبتخرج بعد كده مع كوين وهما ماشيين بتساله احنا رايحين فين؟ انا ما كنتش طعم قبل كده يا اخويا، هل عندك اي نصايح لمتدرب جديد؟ فبيقول لها ما تبصيش في عينه بس، وهو لما يشوف روحك هياخدها. وبيقول لها اتحركي يا اختي. وبتتعب من المشي وبتقول له انا محتاج ارتاح شويه. فبيمسكها وبيقول لها الوحش قريب. فبتقول له انت بتعرف ازاي؟ فبيرميها على الارض وبيقول لها ما تتحركيش، وبيضرب طلقتين في الهواء وبيقول بصوت عالي تعالى خدها. بيحضر الوحش وبيتكلم بصوت بنته وبيقول له ارجوك يا بابا ما تاذينيش. فبيقعد كوين على الارض وبيقول لها بنتي. فبيدخل الوحش في جسمه وبيسبب له جرح عميق في بطنه، وبيت بتستغل الموقف ده وبتهرب. وبيمشي كوين لحد ما بيوصل لصخره وبيقعد ويسند نفسه عليها، وبتجري عليه بيت. فبيقول لها انا ما شفتش الشيء ده قبل كده. فبتقول له هو ما قتلش اديسون على فكره، هو استولى على روحها. فبيقول لها كوين
كوين وانا ازاي هقدر اقتل بنتي، بس بيت بتقول له انت مش لازم تعمل كده، احنا نقدر كلنا نخرج من الغابه دي ونسيب الشيء ده في الغابه. بس فجاه بيمسكها كوين من شعرها وبيقوم يمشي وبيقول لها احنا في بينا اتفاق، فبتقول له بس دي بنتك، فبيقول لها انا عارف وانا اللي هحررها. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمنطقه فيها حبل مشنقه، وبيقول لها حط رقبتك في الحبل، بس بيكون تعبان جدا من الجرح اللي في بطنه وبيكح دم، فبتحاول انها تتغلب عليه بانها ترمي نفسها عليه وتاخد منه البندقيه، بس مش بتقدر عليه وبيضربها. وبعد كده بتروح تقف على جذع الخشب وتحط رقبتها في الحبل، وبيقف وبيفضل ينادي على اديسون وبيقول لها تعالي خديها وهي طازه، وبتخرج بيت العظمه اللي خدتها من جاي وبتنادي على كوين، ولما بيقرب منها بتخبطه بيها في رقبته فبيقع على الارض وبيتخنق، بس بيت بيختل توازنها وبتقع الخشبه من تحت رجليها وبتبدا تتشنق، فبيقرب منها كوين وبيديها سكينه في ايديها وبيمشي وهو بيتخنق. بتفضل بيت تحاول تقطع الحبل وبتكون قربت تنجح وباقي حته بسيطه، بس بتفضل تفتكر الكوابيس اللي كانت بتحلم بيها وبتفقد الوعي وبتقع منها السكينه على الارض. وجوه الغابه بيكون كوين سامع صوت بنته واللي بتكون بتقول له انا وراك بالظبط، وبيقع كوين على الارض وبيجي قدامه الوحش وبياخد روحه وبيفضل يشد فيه ناحيه الوكر، وبنرجع لبيت اللي بيتقطع بيها الحبل وبتقع على الارض. ولما بتفوق بالليل بتمسك البندقيه وبتفضل ماشيه في الغابه، بس فجاه بنلاقي حاجه بتشدها من رجلها لحد الوكر بتاع الوحش، وهناك بتشوف راس كوين والسلسله اللي كان لابسها، وبيبدا الوحش يهاجمها. وبتشوف كابوس انها نايمه في الغابه وهي لابسه لبس المستشفى، وجاي واقف جنبها ومكان عينيه حجاره، وبيقول لها ان هو مش عارف يشوف النجوم علشان كان تحت الارض لفتره طويله. ولما بتفوق بتلاقي نفسها نايمه على سرير بس في كهف، فبتنزل من عليه وبتمسك السكينه وبتمشي شويه في الكهف، وبتشوف عليه رسومات بدائيه، واثناء ما هي ماشيه بتطلع ايدين وتشدها لتحت وبترجع تكمل الحلم تاني. وبيقول لها جاي انت لازم ترتاحي وتتوقفي عن القتال، وبترجع لوعيها تاني، فبتلاقي نفسها نايمه على ارضيه الكهف وفي نور ساطع قدام عينيها، فبتقوم بسرعه وبتمسك السكينه وبتفضل ماشيه شويه وبتحاول تطلع من الكهف. واثناء ما هي ماشيه بتفضل تسمع صوت بنت صغيره بتتكلم وبتضحك، وفجاه بتسمع صوت الوحش وبتلاقي نفسها اتشالت واترمت في الكهف من تاني، وبتشوف نفس الحلم وهي بتقول لجاي انا اسفه انا حاولت، وهو بيقول لها انا عارف. فبتقوم بسرعه وبتكون متعوره جامد في كتفها وفي بطنها، وبتسمع صوت الوحش في كل مكان، وبترجع تاني تنام على السرير في مكانها وبتتنفس بصعوبه، وبتكلم الوحش وبتقول له خلاص انت انتصرت، وبتغمض عينيها. فبيظهر الوحش جنبها وبيفضل يلف حواليها، وفجاه بيقرب منها علشان يسحب روحها، بس هي بتكون قويه وبتضربه بالسكينه في قلبه، فبيجري بسرعه بره الكهف، بس بيرجع تاني علشان ينتقم منها وبيفضل يضربها جامد، بس هي بتقاوم وبتطعن الوحش للمرة التانية اللي بيفضل يصرخ بقوة، وفي المرة دي بتقدر ان هي تتغلب على الوحش وبتقطع راسه وبيتحرق وبيفضل منه جزء، وبيكون ماشي على الارض فبتدوس عليه برجليها، وبتخرج بره الكهف وبتكون تعبانة جدا وفي نفس الوقت فرحانة، وبترجع لجوزها جاي اللي بيكون لسه في الملجأ، وبتفضل تعمل له كمادات وبتعمل له دعامة لرجله، وكمان بتضمد في جروحها، والصبح بيخرجوا مع بعض من الملجأ ده. بس يا صديقي لحد هنا فيلمنا بيخلص، اشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.